الملابس بتتباع بالكيلو. الصوت كلها بتعملها زي ما عدا احنا بنعملها زي دي كده كبيره كده. طبقة قشطة على ايس كريم وعلامة الصعاد حاجة في الجون. هنا بتخش تنقي السمك اللي انت عايزه فريش وبعد كده بتاخده بتسويه في مكان تاني. حاليا هنركب المعدية عشان نطلع من الجانب الافريقي للجانب الاسيوي مع اتش. وصلنا للهدوء والاستجمام، بحر بورسعيد. طول ما انت ماشي في بورسعيد كده على البحر يقابلك قواقع، يقابلك قواقع زي كده طول ما انت ماشي. شايفين عامله ازاي دي؟ لازم في بعض. سبحان الله، سبحان الذي خلق هذا. سبحان الله، طول ما انت ماشي كده تلاقي قواقع. هتلاقوا الشط مليان من الحاجات ديت اللي بيسموها مرفلوط. شايفين الشط مليان ازاي؟ بالنسبه لاول حاجه بحب ابدا بقى يومي اللي هو الفطور، فيلا نفطر الفطار الجميل من عند العيوطي وبعد كده نبدا بقيه اليوم. هتقول لي طب اشمعنى مطعم العيوطي؟ اقول لك العيوطي من اشهر المطاعم في بورسعيد، بيعمل فول وطعميه، كمان بيقدم خدمه كويسه جدا للجست، كمان الاسعار بتاعته حلوه جدا. يعني طلبت فول بالخلطه وطعميه محشيه وبيض بالبسطرمه والسلطات وكل ده كان ب50 جنيه بس. فطرنا والحمد لله، وبنختم بعصير قصب. بورسعيد يا جدعان بالنسبة لي من أجمل المدن الساحلية. مدينة كده عايشين في روقان، حياتهم كلها استجمام وروقان صبح وليل. ناس نزيهة، حتى هي كانت منطقة حرة على الأول. وما كانش ينفع نفوت الكاساتة من عند سلسبيلة. تاني حاجة جبنا كاساتا نحل بيها من عند سلسبيلة، وده أول تيست ليا للكاساتا. طبقة قشطة على ايس كريم وعلامة الصعاد حاجة في الجون. هنا يا جدعان في بورسعيد التحركات كلها بالتكوسة. هنا المواصلات المتاحة هنا تكوسة، يعني الميكروباصات قليلة، بس هنا التاكسي أغلى تاكسي بياخد مثلا 15 جنيه، يعني 10 جنيه و15 جنيه، فكل التحركات هنا بتاكسي. السلام عليكم. حاليا كده احنا عند سوق البالة الجديد، سوق البالة اللي على يميني دوت. هنخش ناخد جوه جولة كده لفة فيه، نشوف ايه الدنيا والكلام على ايه جوه. يلا بينا. هنا الملابس بتتباع بالكيلو، ملابس كلها مستوردة، هتلاقي الأسعار من 100 جنيه وانتوا طالعين. هنا في حاجات حلوة هتعجبكم والأسعار بتاعتها رخيصة جدا. أنا هتلاقوا البنطلون 100 150، التيشيرتات 150 70 وانت طالع بقى. ده مول البالة الجديد.
تمثال ديليسيبس بتاع الدبلوماسي ديليسيبس اللي خطط وأسس لقناة السويس في عهد سعيد باشا. بص كل المساحة اللي ورا دي قناة السويس، كل دي قناة السويس. حاليا نركب المعدية عشان نطلع من الجانب الأفريقي للجانب الآسيوي. يلا بينا. المعدية اللي بتنقل بورسعيد لجوه فؤاد الناحية التانية، عاملين مقاعد وبتنقل عربيات في الجزيرة. ونيجي لأجمل وأشهر مسجد في بورسعيد، مسجد المجمع الإسلامي، موجود في جوه فؤاد. أول ما هتعدوا المعدية هتلاقوه في وشكم. الله أكبر الله أكبر. هدخل أصلي العصر في مسجد المجمع الإسلامي. شرفونا يا باشا، شرفونا يا باشا. هنا منطقة بالكامل بتنقلك لزمن ما بقاش موجود، ولكن مازال موجود التراث الفرنسي اللي اتبنى بيه. هنا كان عايش عمال قناة السويس الأجانب اللي هم كانوا مفكرين إن هم يفضلوا مسيطرين على قناة السويس، ولكن بعد تأميم القناة حاليا اللي موجود في الفيلا الفرنسية ديت عمال قناة السويس المصريين. أنا جاي حاليا بورسعيد مخصوص لعم عربي عشان نجرب السمنية والتمرية والزلابية. الزلابية مختلفة تماما عن اللي في أي مكان، شايفين حتى حجمها، الطعم مختلف تماما. دي بقى الزلابية. الزلابية اللي بيعملوها المحافظات التانية، الزلابية أساسها طبعا دي التمرية أيام الاحتلال. كانوا الفرنساويين هم اللي بيعملوها. الفرنساويين لما عملوها زي دي كده. أيوة. لما انتشرت من بورسعيد بقى طلعت زي دي. جميع المحافظات كلها بتعملها زي دي، ما عدا احنا بنعملها زي دي كده كبيره كده. بس دي طعمها حلو قوي. طعمها مختلف كمان قوي عن اللي عندنا في القاهره. الزلابيه دي حتى بقى اي شيء فيها. انا جالك مخصوص انا جالك مخصوص عشان اصور كمان معاك. حبيبي عم. جبت شويه مشكل من عند عم العربي، سمنيه، تمريه، زلابيا، ولكن الزلابيا طعمها مختلف تماما عن الزلابيا اللي عندنا. تعالوا نجرب بقى التلاتة كده. شكله القرطاس عامل ازاي؟ ده قرطاس سكر، بس هي اصلا طعمها انا اتست عليها مش محتاج سكر. شايفين السمنية عاملة ازاي؟ ده شكل السمنية. طعمها جامد جدا، بس انا مش قادر اوصفه هي طعم ايه، بس هي طعمها جامد جدا. دي بقى التمرية. دي التمرية حاجة كده ايه، زي طبقة عجين خفيفة ملفوفة جواها حاجة زي المهلبية كده. لا حلو قوي، حلو قوي، بس اللي عجبتني اكتر السمنية. السمنية عجبتني اكتر، بس هي الحقيقة تقيلة، طعمها تقيل، فيها سمنة.
السمنية جامدة موت. دي التمرية بس السمنية عجبتني اكتر. ندوس بقى في السمنية. هنا يا جدعان في بورسعيد اول ما بتركب الميكروباص تركب واول ما بتنزل خالص تقوم دافع الاجره. مش زي عندنا، مش زي عندنا خد يا اسطى ابعت الباقي يا اسطى ليه نص جنيه يا اسطى. لا مفيش الكلام ده، تنزل خالص وتديله الاجره ويديك الباقي بعد كده بيمشي. هنا يا جدعان ما ينفعش تيجي بورسعيد وما تاكلش اكله سمك. هي المجيه كلها في اكله سمك. فانا وصلت سوق السمك اهو الجديد. خش بقى نشوف الكلام على ايه جوه. انا هنا بتجيب السمك فريش ناي وبتاخده بتسويه في مكان تاني. تنقي السمك اللي انت عايزه وبتاخده لمكان تاني بتسويه وبتاكل وجلست على كده. سنجاري. هنا بتخش تنقي السمك اللي انت عايزه فريش وبعد كده بتاخده بتسويه في مكان تاني. خلينا في دي. خدت السمك من هنا من عند مؤمن تمام، واخدها اسويها عند راجل الطايب ده. تعبان ليه؟ حبيبي تسلم اخويا. انا طلبتها طاجن وطلبت معاه رز وطحينه فكده حلو قوي. انا بقى معاكم الفيديو كده عشان قبل ما ابهدل الدنيا. وبكده ننهي الفيديو. اهم حاجه متنسوش السبسكرايب الجميل واللايك وشير لاصدقائكم اللي رايحين بورسعيد. اشوفكم الفيديو الجاي.